هي إيه الحكاية يا جماعة؟ كل يومين والتاني نسمع عن خناقة كبيرة بين الأغنياء. هي إيه القصة؟ ما عندناش غيرهم ولا إيه؟ من فترة الست اللي طلعت تجري ورا واحد في الكومباوند بتاعهم، والنهاردة الموسيقار الشهير هاني مهنا والد الفنانة اللي كل البنات بتحبها هنادي مهنا. النهاردة أبوها متهم إنه اتخانق مع واحدة ست في كومباوند الأثرياء في أكتوبر. الست راحت لقسم شرطة أول أكتوبر وطلبت مقابلة المأمور، بس كان اللي في وشها ضابط نبطشية. أول ما شافته قالت له: عايزة حقي يا بيه، إحنا في دولة قانون، مش هسكت على اللي حصل فيا ده. الضابط اتفاجئ من الست لأن شكلها واحدة شيك جدا وبنت ناس، يعني مين اللي ممكن يزعل واحدة شبهها؟ ولا هيزعلها فين أصلا؟ دي عايشة في كومباوند الأثرياء في أكتوبر، يعني حاجة عز العز وما فيهوش أي مشاكل خالص. المهم إن الضابط أخد الست دي بالراحة، هداها وطلب لها مشروب يروقها شوية، وبعدها قام سألها عن اسمها بالظبط وشغلتها. اتضح له إنها واحدة مشهورة قوي في مجالها، شغالة مدير التسويق، شغلانة من اللي الناس بيكسبوا فيها حلوة قوي دي، ويمكن ده اللي يفسر المكان اللي هي عايشة فيه. دي عايشة في كومباوند الأثرياء بأكتوبر. بعد ما الست هديت شوية وقدرت تمسك نفسها من العصبية، قامت حكي للضابط كل الحكاية اللي حصلت معاها. اتضح للضابط إنها جاية القسم علشان خناقة بينها وبين الموسيقار الشهير هاني مهنا. الموسيقار طلع إنه جارها في كومباوند الأثرياء، واتخانقوا مع بعض لما رفض إنها توقف العربية بتاعتها الغالية قوي قدام بيته في كومباوند الأثرياء. ومش بس كده، ده كمان تعمد إتلاف العربية بتاعتها بمفتاح كان معاه، خربش العربية يعني. ده على كلامها، إحنا ما نعرفش لسه مدى صحة الكلام ده، يمكن تكون بتكذب على الشرطة ولا حاجة. الشرطة هي اللي هتحقق في البلاغ ده، ومن تحرياتها هيتضح مين صح ومين غلط. الغريب بقى إن لحد دلوقتي الموسيقار الشهير هاني مهنا ما طلعش اتكلم ولا قال أي حاجة خالص بخصوص الموضوع ده. في تجاهل تام، ولا كأن حاجة حصلت، ولا كأن في حد جاب اسمه في أي حاجة. تفتكروا يكون بيحل الموضوع ودي، أو في حد من أهل كومباوند الأثرياء حب يحل الموضوع وعلشان كده الأستاذ هاني مهنا ساكت؟ اكتبوا رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات علشان لما تتضح الرؤية نعرف مين رأيه اللي كان صح. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وقبل ما نقفل عندنا سؤال مهم قوي ليكم محتاجين إجابتكم عليه. هو لحد إمتى هنفضل نسمع خناقات داخل كومباوندات الأثرياء؟ وليه أصلا مشاكلهم وخناقاتهم زادت قوي الأيام اللي فاتت؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.